جبت لكم بقى المرة دي خريطة الملك رمسيس الثاني والإمبراطورية المصرية اللي عملها في عصره. زي ما انتوا شايفين المنطقة بتاع بابل وأشور ما بقاش تحت الحكم المصري. ليه؟ لأن الناس اللي هناك مش لبش وملهمش في الخناقات وملهمش ان هما بيدخلوا ناس يحكموهم، لا هما بيحكموا نفسهم وناس محترمين مع نفسهم، فبيبقوا قاعدين كده ما بيروحوش في حتة. مصر كانت لازم تسيطر على الشام، لان منطقة الشام زي ما انتوا عارفين بيتخانقوا مع بعض كتير، ففي ناس كتيرة جدا بتدخل في النص ما بينهم، ففجأة بيدخلوا لنا مصر. فدي حاجة مش المفروض تحصل بعد الموضوع بتاع الهكسوس. وهنلاحظ ان منطقة الجنوب زادت اكتر من الاول. فدي الامبراطورية بتاعت الملك رمسيس الثاني. هنلاحظ هنا طبعا في مفتاح الخريطة هناك اهو، وفي علامات. هتلاحظوا هنا ان في بقى اللون البنفسجي، واللون البنفسجي اللي هو مخطط بس مش بالطول، بس في هنا نقطة مخطط بالطول. ايه الحكاية دي؟ المنطقة دي مختلفة عن باقي الخريطة، لان دي منطقة قادش. دي سبب الوقيعة والخناق اللي حصل ما بين المصريين والحيثيين في المرحلة دي. يعني لولا قادش ما كانش بقى فيه صدام ما بين المصريين والحيثيين. طب ليه قادش دي السبب؟ تعال اقول لك. لان هي كانت تحت الحكم المصري، هو لازم ياخدوا خط الشام كله، ما ينفعش يسيبوا حته. قادش هنا بقى كان الولاء ولائهم للحيثيين. طب هما مين الحيثيين؟ دول ناس كانوا ساكنين في هضبة الأناضول اللي هي حاليا تركيا، بس هو مش هما التراكوة بتوع دلوقتي، لا دول ناس قديمة شوية. المهم الحيثيين دول كانوا بيحبوا قادش وقادش بتحبهم، فكانوا عايزين هما اللي يحكموهم مش مصر. وطبعا دي حاجة وحشة جدا جدا، مصر ما تقبلهاش على نفسها. فحصلت معركة قادش 1 و2 هناك. كان بتوع قادش بيساعدوا الحيثيين، انتوا متخيلين؟ المهم انتهت المعارك دي بايه؟ بانتصار الملك رمسيس الثاني، انتصار ساحق. في ناس بتنكر، لا يا جماعة نشوف ايه اللي حصل بعد الانتصار. ايه اللي حصل؟ حصل معاهدة سلام ما بين المصريين والحيثيين ادى الى شروط مهمة جدا، من ضمنها ان ملك الحيثيين يبعت بناته علشان يتجوزوا الملك رمسيس الثاني. وده يدل على ان الملك رمسيس الثاني هو اللي انتصر، لان المنتصر هو اللي بيتجوز بنات التاني. ده كان عرف زمان. بجانب ان ملك الحيثيين بعت معاهدة السلام، ودي اول معاهدة سلام ظهرت في تاريخ البشرية، للملك رمسيس الثاني على لوح من فضة. انتوا متخيلين؟ فما فيش حد منتصر هيعمل الحركات دي كلها من الاخر. طيب الانتصار ده ادى الى ايه؟ ادى الى ان منطقة قادش لا يمسكها الحيثيين ويبعدوا عنها، لان منطقة قادش دي تحت السيطرة المصرية. في المقابل ان يكون ما بين المصريين والحيثيين الوفاق ما بينهم، وان ما يحصلش تمدد عسكري تاني زي ما حصل، وان الموضوع يقف عند حده في الحتة دي، وان ما يبقاش في صراع تاني. المهم، هل اللي يجي على مصر بيكسب؟ لا والله ما بيكسب. قديما وحديثا ايه اللي حصل؟ تعال اقول لكم. مملكة خيتا او الحيثيين حصل لهم مجاعة امراض كتيرة. والمجاعة دي مين اللي انقذهم منها؟ مش الملك رمسيس التاني، لان الملك رمسيس التاني كان مات. مين؟ ابنه الملك منبتح بعت ليهم مؤن كتيرة جدا كنوع من انواع الانقاذ ليهم، علشان ايه؟ يعدوا المجاعة دي على خير. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ جم حاجة اسمها شعوب البحر، جم من الناحية دي. شعوب البحر يا جماعة بيجوا فجأة كده، الناس اللي ساكنين هنا بما فيهم مصر وليبيا يلاقوا فجأة مراكب داخلة عليهم لناس بتهجم. طيب المنطقة دي كلها مش بتكون مستعدة لهذا الأمر، فبيحصل إيه بقى؟ بيقعوا. كل دول بيقعوا بما فيهم حتى الحيثيين، وقعوا على ايد شعوب البحر اللي جم من هنا. طيب الملك مرن بتاعها يقع على ايديهم؟ ده ابن رمسيس التاني؟ لا طبعا، خسف بيهم الارض وعمل لوحات كتيرة، مش لوحة ده فضحهم، وان هو قدر يخسف بيهم الارض، وان هم ما قدروش يخطوا ارض مصر. وطبعا اللي عاشوا من المعركة دي اتوزعوا على شط ليبيا وعلى شط فلسطين وعلى شط لبنان وسوريا وتركيا.
فكل المنطقة دي بقى فيها شعوب بحر، بس ما قدرش يدخلوا خالص الأرض المصرية. شعوب البحر اللي هنا قضوا على مملكة حيتا، مملكة خيتا أو الحيثيين. فما بقاش في حيثيين من بعد الايه الفترة دي خالص، اتشالت من على الأرض شيل، ما بقتش موجودة. وده حصل في عصر الملك مرن بتاعها. طيب شعوب البحر اللي هنا سكتوا؟ لا، جم تاني، بس في عصر مين؟ في عصر الملك رمسيس الثالث. يا لهوي على اللي عملوا فيهم. وحصلت أول معركة بحرية في التاريخ البشرية هنا هو، على يد رمسيس الثالث اللي طحنهم. لو تشوفوا المنظر هبقى اجيب لكم المنظر وهو بيطحنهم كده، بصوا اقول لكمش، بهدلهم رمسيس الثالث. وبرضك الشعوب البحر اللي هنا برضك اتوزعوا على شواطئ ليبيا وشواطئ فلسطين وشواطئ لبنان وشواطئ سوريا وكده. يعني كل شويه يجي لنا شعوب بحر، مصر تقوم ضرباهم يقوموا يتسربوا على البلاد المجاورة، لكن ما يقدروش يدخلوا مصر. مين بقى شعوب البحر دول يا نيرفانا؟ لا دي قصة تانية خلاص بقى، بحكي لكم بعدين. والله حسوا حاجة؟ دي الإمبراطورية المصرية صح؟ واخدة خط البحر الأحمر كله. بالله عليكم هتسيب الجزء ده ليه؟ أكيد هتروح حتى كاستكشاف، ده أكيد المصريين كانوا مستكشفين فظاع، فأكيد نطوا الناحية دي. والحتة دي كلها هتلاقوا عليها آثار مصريين القدماء، وراهنكم بس تحصل حفاير وتحصل تنقيب في المنطقة دي، هتلاقوا آثار المصريين القدماء مغرقة المنطقة دي، عشان تكونوا عارفين، حتى لو أختام بس. فبالتالي أنا لما يبقى في تراث عندي هنا في خط القنال ولاقيه راح السعودية، يبقى مين الأصل؟ ما هو واضح مين الأصل، إمبراطورية 1250 قبل الميلاد. معقولة مش هيروحوا الناحية التانية؟ في نقطة كمان بقى عايزة أوضحها لكم، إيه هي؟ شايفين ساشو؟ شايفين ساشو؟ دي كلمة صح؟ مين الساشو؟ دول البدو. البدو، عشان الناس اللي بيقولوا ان لا اصل اهل سينا مش من زمان، لا من زمان، من زمان موجودين ساشو. طب الساشو دول كانوا وحشين ولا حلوين؟ على حسب. في بعض المواقف كانوا بيبقوا كويسين، في بعض المواقف بيبقوا وحشين، بس زي ما انتوا شايفين اهو البدو هنا وهنا من ايام رمسيس الثاني. فمحدش ابوس ايديكم يقول لي لا اصل اهل سينا مش مصريين، لا اصل اهل النوبة مش مصريين، لا اصل اهل سيوة مش مصريين. من اول بداية الحضارة المصرية القديمة وهي موجودة على ارضها. فمحدش يجي يقول لي لا دول مش مصريين، لا يا فندم، لا معلش،